السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تالتة إعدادي الشهادة الإعدادية معانا الامتحان رقم 3 محافظة الإسكندرية. يلا يا بطل راجع إجاباتك معايا ونبدأ بالسؤال الأول. بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. التركيب الجيني لنبات بسلة ذو بذور صفراء ملساء. طبعا صفة البذور الصفراء صفة سائدة، طبعا البذور الصفراء هنا هنقوله سائدة، فطبعا هيكونوا الاثنين سائد، فطبعا هتبقى الإجابة ألف يا مستر محمد. برافو عليك. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي كل ما يأتي يعتبر من الغدد الصماء ما عدا. طبعا النخامية صح، طبعا الدرقية صح، طبعا الكظرية صح، العرقية طبعا خطأ، يبقى هي دي الإجابة فعلا تاء. السؤال اللي بعده وجود النمش في الوجه من الصفات طبعا المتنحية، يبقى الإجابة باء. السؤال باء بيقول لي استخرج الكلمة أو الرمز غير المناسب فيما يأتي. الأميتر، الأوميتر، الفولتميتر، الأو. طبعا هنا هيبقى الأو. طب لو أنا عايز أربط باقي الكلمات، طبعا دي أجهزة، طبعا يبقى ده جهاز وده جهاز وده جهاز. الأجهزة دي طبعا بتقيس يا مستر محمد اللي هي الخصائص الفيزيائية للتيار الكهربي، يعني الأميتر شدة التيار، الأوميتر المقاومة، الفولتميتر طبعا فرق الجهد أو القوة الدافعة الكهربائية. السؤال 2 بيقول لي الكي والسي اي والان اي والسي يو. طبعا ده البوتاسيوم، ده الكالسيوم، ده الصوديوم، ده النحاس. طبعا احنا هنعمل ايه؟ هنختار طبعا النحاس، لان العناصر الثلاثه الاولانيين دولت بيسبقوا الهيدروجين في المتسلسله، اللي بنقول له كده ان الثلاثه دولت بيسبقوا الهيدروجين في المتسلسله، ولكن هو هنا ما طلبش مني الربط. بيقول لي الحديد، الراديوم، اليورانيوم، السيزيوم. طبعا هتبقى الحديد، وطبعا دي كلها يا ابطال عناصر مشعه. بيقول لي لديك عمودان كهربائيان متماثلان القوة الدافعة الكهربائية لكل منهم 3 فولت. وضح بالرسم كيفية توصيلهم معا للحصول على قوة دفع كهربائية للبطارية تساوي 3 فولت. طب هما 3 وعايزها ب3، يبقوا طبعا الاتنين هيكونوا على التوازي. يبقى هنعمل ادي عمود وادي عمود، وهنروح جاي زي الشاطر كده عامل ايه يا مستر موصلهم مع بعض كده. برافو عليك. تمام. وادي القطب الموجب بنفس الكيفية، يبقى ده الموجب وادي السالب، يبقى انا كده جبت 3 فولت. طب عايز ب6 فولت، يبقى طبعا بطريقة بسيطة جدا هيبقى ادي على التوالي. يبقى وبرده ما انساش ادي هنا طرف سالب وهنا طرف موجب. انت كده طالب ممتاز وحصلت على الدرجة النهائية في السؤال الأول. يلا يا بطل اسكندرية يا جمال محافظة اسكندرية والأسئلة الجميلة. السؤال بيقول لي يختار من العمود ايه ما يناسب من العمود بي. بيقول لي هرمون الاستروجين. طبعا السؤال ده مهم جدا، مسؤول عن إظهار الصفات الجنسية الثانوية في الأنثى. يبقى رقم 1 برقم 2. يخزن سكر الجلوكوز في الكبد، هو مفيش غيره طبعا حبيبنا الانسولين، يبقى دي رقم 3. طبعا ينظم مستوى الكالسيوم، يبقى الكالسيتونين. ممتاز، يبقى دي رقم 1. سؤال بيقول لي وضح على أسس وراثية ناتج تزاوج رجل ذو شعر أسود من امرأة ذات شعر ملون. طبعا هنا الشعر الأسود هيكون يا أبطال صفة سائدة، أما الشعر الملون هيكون صفة متنحية. وعشان نقول صفة متنحية يا أبطال تظهر، يبقى لازم عاملي الصفة بيحملوا جينين إيه متنحيين. طيب أول حاجة لما أجي أبدأ آدي الآباء البي، طبعا هنقول آدي البي كابيتال بي كابيتال. أما هنا طبعا هتبقى البي سمول بي سمول. طبعا ده الرجل الملون، أما هنا ذو شعر أسود، هنا شعر ملون. طبعا هروح جاي عامل علامة التزاوج الإكس. بعد كده بروح جاي كاتب الجي اللي هي الجميطات. طبعا ادي البي وادي البي. طبعا يا مستر محمد ينفع نشتغل ب عامل واحد صح، لان طالما الاتنين متشابهين، ولكن انت في الامتحان مش هيخص عليك حاجه تقدر ترسمها بنفس هذه الكيفيه. هنجيب الجيل اللي هيطلع. طبعا انت بطل الاولى مع الاولى يبقى بي كابيتال بي سمول، الاولى مع الثانيه يبقى بي كابيتال بي سمول، الثانيه مع الاولى يبقى البي كابيتال بي سمول، الثانيه مع الثانيه يبقى البي كابيتال بي سمول. زي ما انت شايف كده يا غالي بنسبه 100% افراد ذات شعر اسود هجين. يبقى شعر اسود هجين يعني كل الابناء هيطلعوا
الشعر هنا يسود ايه؟ هجين. كده سؤال جميل. بيقول لي ما المقصود بسرعة التفاعل الكيميائي؟ نكتب سرعة التفاعل الكيميائي يا أبطال: التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل، طبعا في وحدة ايه يا أبطال؟ وحدة الزمن. طب التيار الكهربي طبعا تدفق الشحنات الكهربية السالبة. تمام. فين الكلام ده يا مستر؟ خلال الموصلات المعدنية في الدوائر المغلقة. تدفق الشحنات الكهربية أو تدفق الإلكترونات السالبة خلال الموصلات أو الأسلاك المعدنية في الدوائر المغلقة. سؤال علل: يحل الحديد محل الهيدروجين في حمض الهيدروكلوريك. السؤال ده معروف طبعا إجابته. هنقول له لأن الحديد يسبق الهيدروجين في المتسلسلة. طالب تاني هيقول لي إن هو أكثر منه نشاطا. طبعا أنت طالب شاطر. طالب تاني هيقول لي فيحل محل الهيدروجين الحمض. طبعا أنت طالب شاطر. يبقى لأن الحديد يسبق الهيدروجين في المتسلسلة فيحل محله في الحمض. السؤال اللي بعده: بعض العناصر تسمى بالعناصر المشعة. طبعا العناصر دي يا أبطال بتصدر أشعة غير مرئية. يبقى نكتب كده لأنها تصدر أشعة غير مرئية. تمام. اللي هي البيتا واللافا والجاما. تمام. مالها مستر محمد؟ طبعا واحتواء أنويتها على عدد من النيوترونات يزيد عن العدد اللازم لاستقرارها. طب تعالى بقى للسؤال اللي بعده يا بطل: صح أو خطأ شدة التيار الكهربي المار في موصل تقل النصف عند زيادة فرق الجهد بين طرفي للضعف وعند ثبوت درجة الحرارة؟ طبعا العبارة خطأ، لأن طبعا زي ما قلنا تتناسب شدة التيار تناسبا طرديا مع فرق الجهد عند ثبات درجة الحرارة. طيب بيقول لي تقل سرعة التفاعل الكيميائي بزيادة التركيز. طبعا عبارة خطأ. ده هيزداد. ترتيب العناصر الفلزية في سلسلة النشاط الكيميائي ترتيبا تنازليا تبعا لدرجاتها في النشاط الكيميائي. طبعا العبارة صحيحة. صوم ما تحته خط: تنحل كبريتات النحاس بالحرارة إلى، برافو عليك، أكسيد نحاس أسود، ويتصاعد غاز SO3 اللي هو ثالث أكسيد الكبريت. الحد الأقصى للجرعة الآمنة عند التعرض للإشعاعات النووية في العام الواحد بالنسبة للعاملين في المجال طبعا بيكون 20 ملي سيفر. السؤال اللي بعده: الفرد الهجين يحمل جين واحد للصفة السائدة وجين للصفة طبعا المتنحية. امتحانات يا جماعة الجيزة الاسكندرية القاهرة، بسم الله ما شاء الله، امتحانات جميلة جدا. طيب تعالى سؤال ج: أكمل العبارات الآتية أو أكمل المعادلات. هنا الألمنيوم مع حمض الهيدروكلوريك طبعا هيديني كلوريد الألمنيوم، وطبعا هيبقى موجود معانا 3H2. ليه يا مستر محمد؟ لأن طبعا عندي الهيدروجين جزيء. تمام. برافو عليك. يبقى لازم يتكتب H2. طب التلاتة يبقى 3H2. طب لو كتبت 2H3 طبعا انت كده في خطأ. طيب السؤال اللي بعده: H2CuO. طبعا ده تفاعل اكسده واختزال، فهيدينا طبعا ادي الCu. ممتاز. السؤال اللي بعده يا ابطال بيقول لي ايه؟ احسب فرق الجهد بين طرفي موصل مقاومته 22 اوم وشدة التيار 10 امبير. تقريبا المسألة دي جات في محافظة الجيزة او القاهرة قبل كده بنفس الارقام. طب تعالى انا عايز فرق الجهد. طبعا طالب شاطر. يبقى انا عندي م بتساوي ج على ت. طب انا عايز ج اللي هو فرق الجهد، يبقى م في ت يبقى بتساوي 22 في 10 يبقى بتساوي 220 فولت. تمام. السؤال الرابع والأخير: ماذا يحدث عند زيادة درجة حرارة التفاعل؟ سبحان الله، السؤال ده جه في
الثلاث محافظات اللي قبل كده، يعني جه في القاهرة، جه في الجيزة، وحاليا في الإسكندرية. طيب هنقول يحدث يا شطار، نكتب كده: تزداد سرعة جزيئات المواد المتفاعلة، وبالتالي تزداد عدد التصادمات، وطبعا في الآخر فتزداد سرعة التفاعل. وزي ما كل مرة بقول، وبرضه عايز تقول تزداد طاقة حركة الجزيئات، أنت طالب ممتاز. المصطلح العلمي: التفاعل بين الحمض والقلوي لتكوين ملح وماء. طبعا ده كان في القاهرة، ما المقصود؟ يبقى هنقوله طبعا ده تفاعل التعادل. السؤال اللي بعده يا بطل بيقول لي كمية فيزيائية وحدة قياسها جول على كلور. طب هنا خد بالك، اصل في طالب هيروح جاي قايل لي بقى: يا مستر طب بص كده يا مستر، انا هعمل مثلث وانا عارف بقى ان هنا جول وهنا كلوم وهنا فولت، فطالب يكتب لي فولت. لا يا حبيبي، انا عايز الكمية الفيزيائية بتاعتها ايه؟ يبقى فرق الجهد. شفت بقى السؤال جاي ازاي؟ سؤال زي ده يعتبر تكة في امتحان اسكندرية، يعتبر انا شايف هو السؤال الوحيد اللي هيحتاج تركيز من الطالب. يبقى فرق الجهد الكهربي. طيب السؤال اللي بعده: هرمون يسبب نقصه تضخم الغدة الدرقية. طبعا احنا كده بنتكلم عن هرمون الثيروكسين. جميل. اذكر مثالا لكل مما يلي: تيار كهربي يستخدم في إضاءة الطرق والمنازل وتشغيل معظم الأجهزة. طبعا أنا كده بتكلم عن التيار المتردد، يبقى نكتب التيار الكهربي المتردد. طيب تعالى بقى لسؤال تاني: غاز ينتج عن تسخين كربونات النحاس. غاز، طبعا كربونات النحاس اللي هي CO3 هينسخن هيديني CO زائد CO2 صعد. يبقى طبعا اسم الغاز يا دكتور، يبقى برافو عليك، ثاني أكسيد الكربون. صفة مكتسبة في الإنسان، طبعا أنت ممكن تكتب مثلا تعلم، مهارة، ممكن تكتب برضو إجراء عملية تجميل، تمام، مثلا لعب كرة، تمام، تعلم لغة. كل دي صفات مكتسبة. تعلم لغة. جميل. في نهاية التفاعل الكيميائي يكون تركيز النواتج طبعا وصل ل 100%. السؤال: تنحل هيدروكسيد اللي هي CuOH باي 2 بالحرارة لأكسيد نحاس أزرق، أكسيد نحاس أسود طبعا، وهيتصاعد غاز اللي هو H2O، تمام، اللي هو اسمه بخار الماء. في المعادلة الآتية Na 2Na زائد Cl2، طبعا ده فلز ده لا فلز، يحدث عملية نقط للكلور، يبقى عملية اختزال، لأنه طبعا هيكتسب، يبقى يحدث عملية اختزال. تحتوي البطاطا على إنزيم الأوكسيدايز، يبقى الأوكسيدايز الذي يعتبر عامل حفاز. إيه ده؟ اسكندرية خلصت، يلا عقبال محافظة القليوبية. امتحان قوي بقى، نخش في الجد شوية. مش معنى كده اللي احنا بنقوله امتحانات، لا، هي بتحتاج تركيز أكتر بالنسبة في المحافظات اللي جاية. تمام كده؟ يلا يا بطل، راجع كويس، حل. أتمنى إن أي طالب في ثالثة إعدادي يكون في خلال الأسبوع ده انتهى من الثلاث محافظات دولت، عشان لسه معانا جديد ومعانا امتحانات كتيرة وأسئلة كتيرة وامتحان الحصة القادمة إن شاء الله. كنتم مع أستاذ محمد عسل، معلم أول العلوم والأحياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.